شو مركزة في الموبايل؟ صباح الخير. شايفين القرص الجميلة دي؟ عايزة اقولكوا على حاجة. لما بعجن عجينة في البيت او بعمل كيك والعجين بتطلع ناجحة او الكيك بيطلع ناجح، ببقى مبسوطة جدا جدا. وانتوا ان شاء الله بعد الفيديو ده النهاردة هتعجنوا العجينة الجميلة الخطيرة دي، وهتطلع معاكوا احسن ما طلعت معايا باذن الله. قرص الافران بالسمسم والسكر بجد تحفة، وصفة تحفة جدا جدا، واحلى من اللي بنشتريها من الافران. وصفة سهلة جدا جدا، ومن 3 كوبايات دقيق عملت كمية قرص بالسكر والسمسم تحفة. للفطار او للعشاء زي ما انت عايزة، وجنبها كوباية شاي او شاي بحليب بتبقى جميلة جدا جدا. عايزه اوريكم واخده لون من بره حلو جدا جدا، ذهبي وجميل وخطير، ومفرغه ومستويه وجميله من جوه. شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه ولا الطعم؟ جميل قوي قوي. شايفين التسويه بتاعتها خطيره، والسمسم مع كوبايه الشاي. من 3 كوبايات دقيق هنعمل كل الكميه دي. يلا تعالوا نشوف المقادير مع بعض. مقاديرها سهلة وبسيطة وبجد موجودة عندنا في البيت. يلا تعالوا نشوف المقادير مع بعض. اول حاجة هجيب بولة للعجن، ومعايا 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات. تمام. ومعايا رشة الملح سنة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبتعادل العجينة اللي انا بعملها مع السكر. معلقة خميرة كبيرة، معلقتين سكر كبار، طبعا عشان معلقتي صغيرة بحط بالاربع معالق. وهقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض. ومعايا نص كوباية من الزيت، وياريت الزيت يكون ذرة، زيت نضيف يعني. وهجيب سباتيولا وادخل كده الدقيق مع الزيت. ومعايا حليب دافي علشان الخميرة تتفاعل، ما تحطيش حليب ساقع. وهنزل بالحليب بالتدريج علشان خاطر دقيق بيختلف عن دقيق، ممكن ما تاخدش بكوباية الدقيق ديت يعني اللي انا معايرها. انا معايا كوبايه دقيق وبنزل بيها بالتدريج. خلاص العجينه بتاعتي خدت لمتها، وخدت كوبايه الدقيق الدافيه كوبايه الحليب الدافيه كلها. ولما بعد ما لميت العجينه في الطبق نزلتها كده على المفرش السيليكون ده علشان اعجن فيها براحتي وتطلع ناعمه وجميله. افرد في العجينه ولم، افرد ولم لحد ما العجينه ما تبقاش مفتله معايا كده. مش عايزاها تبقى مفروله، تبقى ناعمه وملمسها ناعم يعني، ومش مشققه. في نفس الطبق او في نفس البوله اللي انا عجنت فيها هدهن دهنه زيت كده، وهدهن العجينه دهنه زيت، وهغطيها بستريتش راب او البلاستيك راب، وكمان عليهم فوطه علشان خاطر يعني تخمر براحتها. واحطها لمدة ساعة على بال ما احضر الحشوة. معايا حليب لدهن الوجه، معايا ربع كوباية من السكر على ربع كوباية من الدقيق، بس انا زودت السكر شوية كمان لان حسيت الدقيق اكتر. تمام، يعني ربع من السكر وربع كوبايه من الدقيق. ومعايا كمان طبق سمسم بس المقطع فصل. تمام كده. العجينه خدت معايا ساعه وشكلها باين ان هي اختمرت. هاخد بقى ايه كور كده بالعجينه زي ما انتم شايفين. هكور فيها كده، هكورها كلها في الاول، وبعد كده ابدا في الحشوه. شايفين العجينه ريحتها حلوه جدا على فكره قبل ما تستوي. انا بحب ريحه العجين جدا. خلصت كل الكميه
والسكر والدقيق ده الحشوه بتاعتي هاخد من اول واحده او من اول كوره كورتها علشان تكون ارتاحت، وهعمل لها تجويفه في النص كده. ابقي قللي الحشوه شويه علشان ما تطلعش بره العجين، وهبدا اقفل على الحشوه اللي هي الدقيق والسكر كويس جدا علشان ما تخرجش مني، وهكورها هعيد تكويرها تاني وابططها كويس كده، واحاول ما اخليش اي حشوه طالعه بره. بصوا انا قللت الحشوه شويه عشان ما تخرجش مني بره زي الاولى وتتحرق معايا في الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين البساطه؟ احلى حاجه في البيت المخبوزين. خلصت كل الكميه، وطبعا خدت الكور يعني بالتدريج من اول واحده لاخر واحده، ودي كانت اخر واحده معايا. طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 200، وجبت صاج الخبز ودهنته دهنه زيت بسيطه. لازم الخبز يبقى يعني الفرن يبقى سخن قبل الخبز. تمام. معايا بقى الحليب الجميل ده، وهدهن الوش بتاع القرص بتاعتي. ممكن لو عايزه تدهنيها بميه مفيش اي مشكله. ومعايا طبق السمسم المحمص، بس مش عارفه هو ليه باين ان هو فاتح. وهنزل كده بالقرصه كلها في السمسم. عايزه تعمل ايه؟ ترش يعني ما عندكيش سمسم كتير، ترشي على الوش كده رشه سمسم بسيطه مفيش اي مشكله. عايزه تسيبيها من غير سمسم، الحليب هيخلي وشها لونه ذهبي وجميل اللي انت عايزاه. بس انا بحب بصراحه القرص دي بالسمسم، لان المحشيه سكر بتبقى خطيره. دخلتها على فرن سخن على الرف الاوسط، خدت مني حوالي ربع ساعه. تمام. واول ما اطلعها مش عارفه البخاخه بتاعت الخبز راحت فين. هرشرش عليها ميه او ابخها بالميه واغطيها بالفوطه علشان تفضل طريه وجميله كده. شايفين الجمال؟ و3 كوبايات دقيق عملوا لي كميه من يعني حوالي 25 قرصه، وطعمهم حلو ومفرغه ولونها ذهبي وخطير. ولازم بقى كوبايه شاي او كوبايه شاي بحليب زي ما قلت لكم اول الفيديو جنب القرص الجميله دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. القرص بالافران بالسمسم والسكر. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفك على خير في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ سمر الأباصيري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.